دكتور الوراثة هو الطبيب الوحيد اللي بيتعامل مع الأصحاء ومع المرضى. ده مش معناه بالضرورة انك انت هيجيلك الزهايمر، بيبقى في ريسك اسسمنت. لان الالزهايمر مثلا على وجه الخصوص في عوامل كتير قوي بتعمله، وهنا كانت المفاجأة ان دول لهم دور كبير جدا في حياة الانسان. اي مرض ليه اساس جيني صح، اي مرض ليه اساس وراثي لا، كل امراض جينية بس مش شرط انها تكون بتورث. يعني حمى البحر الابيض المتوسط ده موجوده بكثره جدا في حوض البحر الابيض المتوسط، في تركيا وفي مصر وفي ايطاليا وكل المنطقه بتاعتنا. الامراض النفسيه فيها عنصر كبير وراثي، بس حتى الان لم نحدد جين واحد مسؤول عن مرض نفسي واحد. دايما بيبقى فيه الامراض جين بيسبب مرض او مجموعه من الجينات بتسبب مرض. انت حياتك كلها موجوده في جيناتك، بس انت بقى عايز تعيشها ازاي، هو ده المهم. اهلا بيكم في حلقه جديده. انا سعيد بيها جدا لاكتر من سبب، ممكن منهم الموضوع اللي هنتكلم فيه ممكن يكون صعب على معظم الناس، بس ده من اكتر المواضيع اللي بتستهويني. والنهارده ان شاء الله مش هيبقى صعب على حد، هنعرف نبسطه. لان معايا النهارده استاذي اللي كان بيدرسني في الجامعه، دكتور احمد ايهاب. هو ان انا اعرفه هيبقى صعب، فانا هسيبه هو يعرفنا بنفسه. اولا متشكر جدا على الدعوه اللطيفه دي، وان شاء الله نقدر نبسط المعلومه ان شاء الله، للناس. وبجد شرف لي انك تكون موجود معانا النهارده. الشرف ليا انا كله. انا خريج طب عين شمس. بعد ما اتخرجت سافرت المانيا، عملت التدريب الطبي والدكتوراه بتاعتي واشتغلت هناك فتره طويله، وبعدين بعد كده رحت كندا، اشتغلت برضو هناك في البحث العلمي. وقبل ما ارجع مصر وقرر ان انا ابتدي اشتغل على المستوى الاكاديمي والمستوى الكلينيكي، عشان اعلم طلاب زي ما اتشرفت ان انا كنت. شكرا. من الاسباب ان انت الحمد لله وصلت للمرحله اللي انت وصلت لها دلوقتي. والحاجه الثانيه التعامل مع المرضى، لان البرانش بتاع الجيناتكس ده من الحاجات الجديده لسه في مصر على وجه الخصوص، وهو الحاجات اللي بيحصل فيها تطور مستمر في العالم. في نفس الوقت أنا شغلي الجزء الأكاديمي حصلت فيه على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة ألمانية اسمها ألكسندر فون هومبولت، وخدت من مصر نوت الامتياز من الدرجة الأولى. بالنسبة للشغل التعامل مع المرضى، الحقيقة ده فيه متعة غريبة أما الواحد بيبتدي يحس إن هو بيوصل لتشخيص صعب للمريض، ويقدر ان هو يتعامل مع حالات كتير جدا بتبقى بقى لها فتره مش عارفه تتشخص، لان اصعب حاجه في الطب هو التشخيص. مظبوط. فعشان نقدر ندي العلاج المظبوط فلازم نشخص التشخيص المظبوط. يعني احنا هنتكلم في الحاجات اللي حضرتك قلت عليها دي كلها، الحالات اللي بتقدر تعالجها، الابحاث بتاعت حضرتك، لان عارف ان في شويه ابحاث في حاجات ادفانس جدا دلوقتي. بس انا عايز ابتدي مع حضرتك من الاول. زي ما قلت، الموضوع الجينات او علم الجينات هو يعتبر حديث نسبيا مقارنه بفروع الطب التانية، وخصوصا عندنا في مصر. ليه اخترت مجال زي ده؟ هو يمكن اختياري للمجال ده كان بالصدفه البحته. يعني انا لما خلصت كليه الطب كنت عايز اشتغل في امراض القلب عامه، وبعدين غيرت رايي قلت اشتغل امراض النساء، وسافرت حتى عملت elective attachments في سويسرا وفي انجلترا، واشتغلت مع دكاتره كويسين قوي هناك. وبعدين بالصدفه وانا بعمل التكليف بتاعي هنا في مصر كان لسه موضوع الجينوم بروجكت ده حاجه جديده، وقعدت اقرا عنه كتير، وكان لسه فكره حاجه اسمها تكنيك جديد اسمه البي سي ار كان لسه نازل. فانا استهواني الكلام ده جدا، فبدات قلت طيب انا هعمل الدراسه بتاعتي في المجال ده. فبدات الف بقى اسماء مولكيولر ميديسن، هيومن جيناتكس، ميديكال جيناتكس، وادور على فرصه ان انا اقدر اسافر بره. ووفقت الحمد لله ان انا جالي، عملت المعادله في امريكا بتاع، ووفقت ان انا جالي فرصه ان انا اقدر ابتدي الدراسه بتاعتي الدكتوراه جنب الممارسه الطبيه، التعليم الطبي بتاعي في المانيا. وعايز اقول لك ان انا وانا في كليه الطب انا يمكن المجال ده ما كانش المحبب الى قلبي. يعني انا كنت بحس بستصعبه جدا، وبحس ان هو من الحاجات اللي فيها مجهود، ويمكن ما درستوش بالطريقه اللي حببتني فيه يعني في الوقت ده.
فلما سافرت بقى وبدات احس ان انا ببتدي المجال من اوله، من اول السطر، فبدا احس ان هو ده هوايه اكتر منه مهنه. مهم. والهوايه بتاعتي بتتمثل في البحث العلمي اللي بعمله في المجال ده، او في التعامل مع المرضى وتشخيصهم. طب يعني ده لما حضرتك تقول لي ان انا بدات لما كان البي سي ار ده حاجه جديده، ده اه احنا كده بنتكلم فعلا من زمان قوي يعني. 96 يعني يمكن من بدايه ظهور علم الجينات بصورته الحديثه اللي موجوده دلوقتي. مظبوط. فحضرتك كده خدت التجربه من اول البي سي ار يمكن لحد دلوقتي الكريسبر والجين اديتنج. مظبوط. شفت ايه اللي حصل في علم الجينات في الفتره دي؟ بص هقول لك على حاجه، انا في الفتره دي كنت بروح المستشفى بشتغل في جامعه اسمها شاريتيه في برلين، من اكبر جامعات كليه الطب في المانيا. مهم. وكان التشخيص اللي ساعتها بيعتمد على حاجه اسمها سايتوجيناتكس، كان لسه البي سي ار في اوله الكلام ده كله. حاليا انا بروح استاذ زائر في جامعه هايدلبرج في المانيا كل سنه، بقعد من شهر ل3 شهور. مهم. فبشتغل في الانستيتيوت اوف هيومن جيناتكس، اللي هو المركز مع الوراثه اللي هناك. مهم. الحقيقه انا حاسس ان احنا مش حصل تطور سريع بس، لا، اساليب التشخيص اختلفت تماما 180 درجه. الوقت اللي بنقدر نشخص فيه قل جدا عن زمان. دقه التشخيص بقت مختلفه تماما عن زمان. بقينا بنشوف حاجات ما كانتش زمان بتبقى واضحه لينا، من خلال ان احنا دلوقتي بنقدر نشوف كل مشكله في كل جين موجود في العيان. فبالتالي لا، حصل 180 درجه تغير في الاساليب وفي العلم العلم بقى مختلف تماما دلوقتي. حتى انا يعني بحس ان انا نفسي حصل لي ديفلوبمنت او تطور من ايام ما كنت لسه بدرس هناك في الدكتوراه بتاعتي وبعمل التدريب الطبي بتاعي، عن دلوقتي لما بروح وبشوف حتى ان دلوقتي الناس بتشتغل في حاجه في فرق طبيه. بتلاقي دكتور الوراثه مع دكتور الاورام، دكتور الوراثه مع دكتور المناعه او دكتور الاعصاب، عشان دايما هما الاثنين يوصلوا للتشخيص السليم للعيان من قبل ما يحصل تشخيص غلط ومن العيان يمشي في سكه علاج غلط. طيب يعني هتبقى دي نقطة مهمة إن احنا نتكلم عليها، موضوع إن بيبقى فيه فريق عمل كامل عشان يوصل للعلاج المظبوط للمريض اللي قدرنا نشخصه بمرض وراثي معين. بس أنا عايز عشان يعني ممكن حضرتك طبعا خبير في مجال الوراثة، أنا عندي معلومات في الموضوع ده. أنا عايز نكلم الناس أصلا من الأول، هو دكتور الوراثة أو دكتور علم الجينات ده بيساعدهم في إيه، أو إيه الحاجات اللي ممكن يفيدهم فيها؟ طيب خلينا نقول ان الوراثه، دكتور الوراثه الطبيب يعني، هو الطبيب الوحيد اللي بيتعامل مع الاصحاء ومع المرضى. أوكي. فدوره ان هو يعني احنا ما بندرس العلم ده بيبقى جزء منه تشخيص معملي، وجزء منه عياده بنتعامل مع المرضى اللي هنشخصها، مهم. او الاصحاء اللي هنعمل لهم حاجه اسمها ريسك اسسمنت، او التنبؤ بالامراض او المضاعفات اللي ممكن تجي لهم. يعني لو واحد عنده تاريخ عيله واضح فيه جدا العنصر الوراثي في اي مرض ما، فاحنا مهم جدا نقعد مع الشخص ده عشان نقدر ان احنا نعمل له نكشف عليه وناخد منه تاريخ العيله والتاريخ المرضي بتاعه، ونقدر نعرف هل هو ممكن في المستقبل يحصل له اي مشاكل مرضيه بسبب الجينات بتاعته ولا لا. بالنسبه للمرضى، فاحنا بنتعامل مع المرضى على 3 مراحل. اول مرحله اللي احنا بنقعد معاهم في الاول عشان نشتغل مع التيم بتاع الدكاتره التانيين ونشخصهم، وبعد كده هو بعد التشخيص ان احنا نختار العلاج السليم للمريض ده بالتعاون مع الدكتور المعالج بتاعه. والحاجه الثالثه نشوف الاستجابه للعلاج ده بتبقى عامله ازاي، لان هو مهم جدا ان انا بعد ما بنشخص وندي العلاج نقدر نشوف هل في استجابه للعلاج ولا لا. مهم. فبنقدر نتابع مع المريض طول الوقت هل هو بيستجيب لغايه ما يوصل لمرحله الشفاء في معظم الامراض يعني. طيب يعني انا برضو عشان الموضوع يبتدي يوصل للناس، انا عارف ان غياب المعلومة ممكن ما يكونش بس عند المرضى، ده ممكن كمان يكون عند الدكاترة. فسهل جدا ان الناس يقول لك انا عندي العيلة كلها عندها ضغط فانا هيجي لي ضغط.
العيله كلها عندها سكر فانا هيجي لي سكر، كلنا عندنا سرطان بنموت بالسرطان في الاخر، فخلاص انا عارف، فانت هتفيدني في ايه كدكتور وراثه؟ مم. فايه الفرق بين ان احنا ناخد الفاميلي هيستوري العادي اللي ممكن دكتور القلب ياخده او دكتور الاورام ياخده او كذا او كذا، يعني ان انا اروح لاي دكتور من دول، او ان لا، سواء الدكتور ده يحولني او انا بنفسي اروح لدكتور مختص في علم الجينات، هيفيدني في ايه، هيفرق معايا في ايه عن ان انا، ما انا عارف ان انا بيجي لي كذا. تمام. هي الزاوية اللي بنبص منها. يعني دكتور المعالج، سواء دكتور الغدد أو دكتور الأورام أو دكتور المخ والأعصاب، محتاج دكتور الوراثة يبقى معاه ليه؟ عشان نبص من الزوايا المختلفة اللي نقدر نشخص بيها العيان. يمكن لما الدكتور المعالج في أي تخصص بيبقى هو مركز في الأساس على التخصص بتاعه. احنا في الوراثة احنا بنركز على نواحي كتير جدا في العيان، في تاريخ العيلة. ممكن تبقى بالنسبة للدكتور ما ركزش فيها، او بالنسبة للعيان تبقى مش مهمة، وتبقى هي دي سر التشخيص وسر العلاج. فبالتالي دكتور الوراثة ما بيشتغلش لوحده، بيشتغل دايما بالتعاون مع الأطباء الآخرين. ودلوقتي حتى الطب في العالم كله بقى حاجة اسمها MDT أو Multi Teams، اللي هو فريق متعدد التخصصات عشان يعالج. بالظبط، فريق متعدد التخصصات عشان نقدر نوصل للعلاج السليم. يعني انت بتبص مثلا تلاقي مرض معين محتاج فيه دكتور الوراثة، محتاج فيه دكتور المخ والأعصاب، محتاج فيه دكتور النفسي، محتاج فيه حد بتاع علم نفس، بتاع سايكولوجي، عشان نقدر ان احنا نوصل للتشخيص السليم والعلاج السليم بالنسبة للعيان ده. فالزاوية اللي بنبص منها بتختلف، يعني عشان نقدر نبص ما يبقاش من زاوية واحدة، فنبص من زوايا مختلفة، فبالتالي نقدر نوصل للتشخيص السليم. هي دي اللي بتميز فكرة الوراثة، انها متداخلة في جميع التخصصات. طب عشان ما نكونش بنتكلم كلام عام شويه والناس تفهمه اكتر، حضرتك مثلا قلت في مرض او اكتر، بس في مرض مثلا جه في بالك دلوقتي وانت بتتكلم لعلاجه محتاجين دكتور اطفال، دكتور نفسيه، دكتور كذا دكتور كذا، ايه المرض ده والحاله مثلا حضرتك شفتها في المرض ده وكنا بنعالجها كفريق كامل ازاي، وده فرق ازاي في النتيجه؟ تمام. انا هقول لك مثال مثلا على مش مريض، على حد ناس اصحاء جم بيطلبوا المشوره الطبيه عشان هم والدتهم جالها الزهايمر وهي في سن صغير. فلما جالها الزهايمر في سن صغير وعملوا لها كونسلتيشن مع دكتور الوراثه ودكتور المخ والاعصاب ودكتور النفسيه والعصبيه، فلقوا ان في عنصر وراثي في الالزهايمر اللي جالها، لانه موجود بكثره في العيله. فابنها وبنتها جم عندهم صغيرين في السن، جايين ما عندهمش اي مشكله، عايزين يعرفوا ايه الفرصه ان ممكن يحصل لهم نفس المرض في سن صغير زي والدتهم، عشان يقدروا يحددوا حاجات كتير قوي. تمام. حاجه تانية لما نكون مثلا بنتكلم على الاورام، اما حد بيكون عنده مثلا ورم جاله وعايز يعرف نوع الجينات اللي هي الطفره الجينيه اللي حصلت له في الاورام دي، فبيشوف دكتور الوراثه بيتكلم معاه عشان كذا حاجه بقى هنا، عشان نقدر نعرف العلاج السليم بالنسبه للعيان. والحاجه التانية عشان نقدر ان احنا نشوف اذا كان حد من اهل العيان، بنته، ابنه، والدته، معرض ان هو يتعرض لنفس المرض ولا لا. فده مهم جدا. في ناس بتقول لك طب انا لما اعرف هعمل ايه، زي ما انت قلت من شويه. لا، ده مهم جدا، لان هو السر في العلاج المظبوط هو التشخيص المبكر في كل حاجه. كل ما احنا شخصنا بدري وعرفنا المشاكل بدري، زائد ان في حاجات معينه بتتعمل، اللايف ستايل بيتغير، ادويه بتتاخد عشان تمنع حدوث المرض، في بعض الجراحات بتتعمل عشان تمنع حدوث المرض. فلا، احنا بناخد اجراءات وقائيه كتير جدا عشان نمنع حدوث المرض. فبالتالي لما نعرف من الاول ان في عرضه لهذا المرض فنمنع حدوثه، ان احنا ناخد اجراءات وقائيه، مش بالضروره انها تبقى جراحه، ممكن تبقى جراحه، ممكن تبقى حاجات تانية، بحيث ان احنا نتفادى حدوث المرض ده عند العيان، عشان ما نبقاش عرفنا نشخص في مرحله متاخره يوم يبقى العلاج يبقى اصعب. ماشي. انا في حاجتين هتكلم عليهم هنا. اول واحده لما حضرتك اتكلمت على الفاميلي او الابناء اللي كانوا مامتهم جات لها الزهايمر بدري، لو حضرتك تفتكر انا كان مره اتعرضت ان انا
جلطه وده كان سن صغير ان يجي لي فيه حاجه زي كده، اتطلب مني فعلا ان اعمل فحص جيني عشان اتاكد من الثرومبوليتيك فاكتورز اللي موجوده عندي، او اللي هو عوامل التجلط اللي موجوده عندي كلها، فحصها جينيا عشان نشوف هل فيها مشكله ولا لا، لان ده كان المفروض بالنسبه للدكاتره هيفرق معاهم في خطه العلاج. طبعا. كانت المفاجاه بالنسبه لي ان من ضمن الجينات اللي موجوده كان في واحد خاص بالزهايمر هو اللي كان عندي فيه هيتروزايجوس. ابو اي 4. بالظبط كده. اه هو كان فعلا الجين ده كان فعلا هو اللي عندي فيه، بس هيتروزايجوس، يعني في واحد سليم واحد مش سليم. فلما قريت عنه انا ما اعرفش الدكتور اسال عليه، بس لما قريت عنه خلاص يبقى المفروض هيجي لي الزهايمر بدري شويه، فاديني عرفت المعلومه المفروض اعمل ايه. طيب بص بقى، هو انت بتقعد مع دكتور الوراثه 3 جلسات او اكتر، بس المبدئي 3 جلسات. الجلسه الاولانيه اما بتيجي انت تقول لي على حاجه زي كده، فبنبتدي اشرح لك هي ايه وايه خطورتها وايه عنصر الوراثه اللي موجود فيها، وبعدين لو في فحوصات تانية عايزين نعملها بقول لك هنعملها. الجلسه الثانيه بعد ما بنطلب الفحوصات دي بنقعد مع بعض نقرا التقرير الجيني عشان افهمك ايه الريسك، بكتب لك تقرير فيه الريسك او الخطوره اللي ممكن تتعرض لها. يعني بقترح بعض الادويه للدكتور المعالج اللي هو ممكن هتجيب نتيجه معاك، لان الموضوع وراثي، فبالتالي الادويه بتبقى لازم تمشي على ادويه معينه طول الوقت. خلاص. القعده الثالثه اللي بقعدها معاك بتبقى عشان نشوف استجابتك للموضوع ده، وهل حصل اي مضاعفات مع الوقت ولا لا. وبعد كده بنفضل بقى طول الوقت، هي بتبقى علاقه عائليه، لان احنا بنحاول ان احنا طول الوقت ان احنا نشوف لو في حد من عيله ممكن معرض يحصل له كده، لو هي ست فيحصل لها حمل ممكن يحصل لها عرضه للمشاكل دي ولا لا. انا فاكر القصه اللي انت بتقول عليها، واعتقد ان انت اللي بتقول عليه الجين اللي مسؤول عن الزهايمر ده مش معناه بالضروره انك انت هيجيلك الزهايمر. بيبقى في ريسك اسسمنت، لان الالزهايمر مثلا على وجه الخصوص في عوامل كتير قوي بتعمله. بس عشان اقول لك برضو ابقى صريح معاك، عنصر الوراثه في الالزهايمر بيتراوح من 10-15%. فما هوش الكتير بس ما هوش القليل برضو. هنا بقى مهم جدا دوري ان انا اقعد معاك اشوف هل في تاريخ الزهايمر في العيله، هل في جينات تانية موجوده حصل لها تحور جيني. نبتدي نطلب فحوصات اخرى عشان نشوف الصوره كامله. ما ينفعش ان انا من خلال انا شفت جين فيه تحور اقول لك بس يا ابو حميد انت خلاص كده تمام، يعني فاهم قصدي؟ طيب ده حلو جدا اللي حضرتك قلته دلوقتي، وده هياخدني لنقطه تانية كنت عايز بس ادي زي باك جراوند او خلفيه للناس. لما حضرتك قلت ان ده بيفيدنا جدا في علاج الاورام او السرطان، لان عاده السرطان لو هنتكلم عن الحته دي هو نتيجه طفره ما، يعني هو خليه عاديه حصل لها طفره. بس لو خدنا مثال مثلا سرطان الثدي على سبيل المثال، في 50 60 100 كتير قوي، طفرات كتير قوي ممكن تحصل. فلما بنيجي ناخد كيموثيرابي او علاج كيميائي، فهو عادة الدكاترة بتوصف الدواء اللي هيعالج الطفرة اللي بتحصل في 80% من الحالات، في 60% من الحالات، 90% من الحالات. بس ممكن انت حظك يكون اصلا انت عندك طفرة مختلفة، فبالتالي كان المفروض تاخد علاج مختلف. فهنا واضح وصريح جدا دور دكتور امراض الوراثة، ان هو لازم يحدد لك نوع الطفرة اللي موجودة عندك بالظبط، لان ده هيفرق معاك. ان انت ما هو الكيموثيرابي يعتبر كانك بتموت او يعني سم معين بتاخده، فخد الحاجة اللي تستهدف الطفره بتاعتك بالظبط، ما تاخدش حاجه عند 80% من الناس بس انت مش منهم. فهنا الدور واضح وصريح بصراحه بالنسبه لي. في ايه امراض تانية بقى فيها الموضوع واضح كده؟ انا اي حاجه بتيجي في دماغي يعني دكتور وراثه يبقى اكيد هيتعامل مع اورام. ممكن نقول دكتور وراثه هيتعامل مع حالات الحقن المجهري عشان خاطر نستثني امراض من العيله. بس ايه تاني ممكن دكتور الوراثه؟ طيب خليني احط في الاول شويه يعني اساسيات كده. يا ريت. الاساسيات دي هو اي مرض بيبقى ليه اساس جيني. طيب اي مرض بيبقى ليه اساس وراثي؟ الاجابه الاولانيه اي مرض ليه اساس جيني صح. اي مرض ليه اساس وراثي لا. اوكي. كل امراض جينيه بس مش شرط انها تكون بتورث. تمام. على مريض الاورام على وجه الخصوص دلوقتي اللي بيحصل ان انا بشوف القصتين، العنصر الوراثي
وفي نفس الوقت العنصر الجيني. عشان كده بناخد دايما عينه من دكتور من مريض الاورام، بناخد عينه من الورم نفسه عشان نشوف المساله جينيه ولا مش جينيه، وطبعا بتبقى جينيه، وعشان الحاجه الثانيه نشوف فيه عنصر وراثي ولا لا، تبقى الصوره كامله بالنسبه لنا. فالاثنين عينتين بيتفحصوا جينيا، ونقدر من خلال كده نحدد نوع العلاج المظبوط للعيان، عشان ما يبقاش الموضوع تجارب وزي ما كان بيحصل زمان، ونشوف هل بيستجيب ولا ما بيستجيبش، ونغير خطه العلاج وهكذا. فده بيخلينا من الاول خالص عندنا رؤيه عن العلاج المظبوط. بالذات شركات الادويه دلوقتي بدات تعمل ادويه مخصوص للاورام الوراثيه. فبالتالي نقدر ان احنا من خلال الاورام، من خلال الفحص، نقدر نعرف اذا كان وراثي ولا لا، انه بنستخدم الدواء المظبوط. الكلام ده مش بس في الوراثه، الكلام ده حتى في المناعه، في الامراض اللي هي لها علاقه بال طفرات جينيه، مثلا زي مثلا هكلمك على حمى البحر الابيض المتوسط. حمى البحر الابيض المتوسط دايما الاعراض في كل الامراض بتتشابه، بس العيان ما بيجيش بالصوره المكتوبه في الكتاب بتاعت المرض، بتلاقي بعض الاعراض ظاهره عليه وبعض الاعراض لا. فدي بتبقى محيره جدا الطبيب ان هو يقدر يشخص من خلال الفحص الكلينيكي بس، ان هو يشخص المريض. هنا بنقدر ان احنا من خلال الفحص الجيني نقدر نعرف التشخيص المناسب. يعني حمى البحر الابيض المتوسط ده موجوده بكثره جدا في حوض البحر الابيض المتوسط، في تركيا وفي مصر وفي ايطاليا وكل المنطقه بتاعتنا. بتلاقي طفل بتجيله حراره ووجع في بطنه، ده الصوره المثاليه. وبعدين تبص تلاقي الطفل اللي يجيله حراره وصوره ببطنه ووجع في بطنه، لازم الاثنين جينات بتوع المرض ده يبقوا هما الاثنين فيهم مشكله. ده الصوره المثاليه. طب ايه بقى الصوره الغير مثاليه؟ ممكن واحد يجي بوجع في مفاصله وما بيجيلوش حراره، ممكن واحد يجي بوجع في بطنه بس، ممكن واحد جاي بطفره جينيه في واحده بس من الجينات مش الاثنين. في الحاله دي تشخيصه بيبقى صعب جدا على المستوى الكلينيكي او المستوى المعملي، فلازم يبقى فيه فحص جيني عشان العلاج بتاعه سهل جدا. بس لو احنا جدا بياخد دواء نقرس يعني وبيكمل عليه ومالوش مضاعفات، وبيحسن بيقلل الوقت اللي بيحصل له فيه الاعراض، وبيخليه يعيش حياته بصوره افضل بكتير، شبه طبيعيه. انما لو احنا ما شخصناهوش، ده ممكن على المدى الطويل ياثر على الكلى، ياثر على المفاصل، ياثر على حاجات كتير قوي موجوده في الطفل ده او في البني ادم ده. الصوره المثاليه ان احنا بنكتشف المرض ده في الطفوله. كتير قوي بقى بنكتشف المرض ده في الناس الكبار وهم كبار. الاعراض بتبتدي تظهر بصوره حاده لما بيكونوا كبروا في السن. فما فيش حاجه مطلقه، ما فيش مرض دايما بيظهر زي ما موجود في الكتاب. يمكن الصوره المثاليه اللي موجوده في الكتاب دي بتبقى شويه خادعه. عشان كده دايما اللي بيحصل على مستوى الجين بيبقى بيحصل له نوع من انواع الانعكاس على المستوى الخارجي لجسم الإنسان. فالمراية بتاعت أمراض الإنسان موجودة في جينات الإنسان. طيب يعني هل الأمراض أو هل الجينات بتأثر على الأمراض الظاهرية، ولا هي ممكن كمان يكون لها علاقة بالأمراض النفسية؟ ده سؤال مهم قوي، لأن الأمراض النفسية هنا يعني مؤخرا بدأوا يكتشفوا بعض الجينات المسؤولة عن الأمراض النفسية. بس خليني أقول لك على حاجة. الأمراض النفسية فيها عنصر كبير وراثي، بس حتى الآن لم نحدد جين واحد مسؤول عن مرض نفسي واحد. بتبقى مجموعة من الجينات متفاعلة مع بعضها بتأثر على المريض وبتسبب مرض النفسي. يعني مثلا على سبيل المثال بيجي لي عيان مثلا عنده تاريخ وراثي في العيلة للاكتئاب. هل ممكن أصاب بالاكتئاب ولا لا؟ هو مش عيان، هو سليم. ففي الحالة دي لو احنا قدرنا نعمل يعني نقتفي أثر الجينات اللي موجودة في العيلة
ونعرف ايه المجموعه الجينات، بنطلب تحليل جيني المجموعه كبيره من الجينات، فهل هو نفس الجينات دي متوارثه عن ابائه واجداده وبتاع، عشان نقدر نحدد اذا كان ممكن يجي له اكتئاب ولا لا، او ايه النسبه المئويه اللي ممكن يحصل له حاجه زي كده. فعاده الامراض النفسيه بتبقى مجموعه من الجينات او حاجه تانية بيسموها ابيجيناتكس. ده موضوع كبير عايزين نتكلم فيه. هنتكلم فيه. اوكي. ف دايما بيبقى فيه الامراض جين بيسبب مرض، مهم. او مجموعه من الجينات بتسبب مرض. مهم. الضغط والسكر والامراض النفسيه هي مجموعه من الجينات بتسبب مرض. عشان لما بنيجي بعد كده نفحص العيان وناخد منه تاريخ العيله هنا في الحاله دي دكتور الوراثه بيحدد ايه نوع الجينات اللي بتتفحص. هل هو مجموعه بيسموها بانلز معينه، مم. ولا جين واحد، ولا بنبص على كل الجينات الموجوده في العيان. فحضرتك دلوقتي بتتكلم على انواع الفحوصات اللي بتتعمل. انا مظبوط. ممكن يكون بفحص جين واحد، ممكن بفحص مجموعه جينات، او بفحص الجينوم كله. فلو انا مع نفسي كده قلت طب ما خلاص، يعني مش استنصاح، بس رحت قلت طب ما افحص الجين بتاعي كله واشوف اللي عندي ايه، فانا كده يمكن التكلفه بقت عاليه عليا، تمام. عكس لو رحت الدكتور. مش بس مم. والتكلفه وترجمه التقرير. اه ما هو انت ممكن تروح تاخد عين دم منك وتفحص لي الجينات كلها، اه طلع لك عندك الجين الفلاني فيه كذا والجين الفلاني فيه كذا وبتاع. طب ايه، ازاي اقدر اعمل انتربريتيشن او ترجمه مم. للكلام ده؟ ما هو ده انت مش هتفهمه لوحدك. هيجي لي اكتئاب على حتى طول. بالظبط. يعني هتقعد تدور بقى على انترنت وبتاع، آه. وده من اسوأ الطرق اللي ممكن عيان يخدم بيها نفسه، ان هو يستقي معلوماته من الانترنت مم. وهو ما عندوش فلاتر يقدر يقول ايه المعلومه اللي ياخدها ايه المعلومه ما ياخدهاش. وحتى بيصعب على الطبيب المعالج ان هو التقرير الجيني ان هو يعني يفهم كل الجوانب الموجوده فيه. يعني قد تكون لازم يتنقل له بصوره في مجاله عشان يقدر ان هو ياخد منه اللي هو محتاجه في الممارسه الطبيه بتاعته. انما لو اديته تقرير جيني فيه كل الجينات في جميع التخصصات، يعني هو هيتوه هو كمان. فبالتالي الفكره بتاعت دكتور الوراثه ان هو ينقل او يترجم المعلومه بصوره مبسطه للمريض او للطبيب المعالج، دي مهمه جدا. انما زائد التكلفه زي ما انت بتقول، انا اروح افحص الجينات كلها. غير التكلفه كمان انا ممكن ان انا في الوسط كده بالظبط زي انت عارف، زي ما بتكون بتبص بالكاميرا بتزوم ان او بتزوم اوت. لو انت عملت زوم ان بالكاميرا فهتشوف التفاصيل، لو عملت زوم اوت بالكاميرا هتختفي منك بعض التفاصيل. فبالتالي انا عايز اهتم بكل التفاصيل. في انواع كتير قوي من الفحص الجيني اللي هو الاكزوم سيكونسينج والهول جينوم، ايه اللي هنختاره بالظبط ده مهم جدا، وبحدده بناء على الحاله بتاعت المريض اللي قدامي، على تاريخ العيله بتاعه، على الكشف عليه. مهم جدا مع التعاون مع الاطباء الاخرين عشان يبقى مديني الصوره كامله. برضو باخد التقرير بتاع دكتور القلب او دكتور الاورام او دكتور المناعه عشان اشوف هل بتتماشى الاعراض الموجوده دي مع الكشف بتاعي مع التحليل الجيني ولا لا. يعني انا فعلا يعني ممكن اضرب مثال عادي خالص بيا باللي حضرتك شرحته دلوقتي. انا زي ما دلوقتي روح اعمل تحليل جيني حاجه خاصه بامراض الدم، رحت اكتشفت حاجه تاني خاصه بالالزهايمر، فاللي عملته ايه اصلا عشان رحت دخلت على جوجل بصيت قال لي كذا، طب خلاص ما هو اكيد ملوش علاج، هنعمل ايه؟ ورحت قافل الكتاب على كده وخلاص. في حين وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي قلت لي لا، ده احنا اول ما هنعرف دي كان المفروض هبتدي اطلب منك حاجات تانية ونعمل حاجات تانية عشان نقدر نحدد الموضوع بالظبط. فهي دي النقطه، مش ان انا اروح مع نفسي كده اعمل تحليل جيني. لان انا بسمع كتير او تلاقي اكيد الستوريز على الفيسبوك ان انا والله رحت امريكا ولا رحت المانيا ولقيت كيت كده بيبيعوها في الصيدليه يفحص لي مش عارف كام جين ويديهاني يقول لي انت هيجي لك امراض ايه. فكان بالنسبه لي لما بقرا حاجه زي كده بحس ان طب هل كده الجينات دي او علم الجينات او فحص الجينات ده حاجه رفاهيه، حاجه خاصه يعني مش فانتازيا، بس حاجه خاصه بناس غنيه بقى ومسافر وبالصدفه لقيت حاجه اثارت اهتمامي فهروح اعملها وخلاص؟ ولا هي حاجه لا بعض الناس محتاجه تعملها، وسواء كانت مكلفه او مش مكلفه ما اعرفش الوضع عامل ازاي. يمكن بالحضرتك تقول لا احنا ممكن نكشف ونحدد حاجه معينه ده اللي انت محتاجها، فهل هي حاجه مهمه يعني يظل، ولا دي حاجه فعلا لزياده رفاهيه؟ تمام. هو لا، هي مش رفاهيه خالص.
خليني اقول لك الاول، هجاوبك على حاجه تانية انت كنت بتسالها من شويه. انك انت رحت بنفسك وجبت التقارير وقريت في الانترنت. تخيل انت الدكتور عامل زي الحرفي. تمام. انا جيت قلت لك انا عايز اعمل شباك ارابيسك، وجبت لك الخشب وجبت لك كل المواد، كل حاجه معاك، يلا ابتدي. هتقدر تاخد الخشب تعمله بالطريقه المعينه عشان تعمل الارابيسك ازاي؟ مستحيل. طبعا. فانت معاك كل المعلومات، بس ازاي تستخدم المعلومات دي وتوظفها بطريقه انك انت تطلع لك منتج، ومنتج ذو قيمه. طيب رفاهيه؟ لا مش رفاهيه طبعا، لسبب واحد. لو انت بتعتبر التشخيص رفاهيه يبقى تحليل الجين رفاهيه، لان انا زي ما قلت لك في الاول انا لازم اشخص بصوره دقيقه جدا عشان اخد علاج دقيق جدا، عشان اتابع العيان بصوره دقيقه جدا. فما عادش رفاهيه دلوقتي. يعني بره جنب على سبيل المثال مريض الاورام، التقرير الجيني وتقرير الباثولوجيا الجينيه اللي هو بتاع عينه الدم والعينه من ورم نفسه، لازم يبقوا هما الاثنين قدام الدكتور بتاع الاورام وبتاع الباثولوجيا وبتاع الوراثه، وبيعملوا حاجه اسمها تيومر بوردز او مجلس اورام، ويقعدوا يتكلموا في تشخيص الحاله وايه احسن علاج يتاخد في الحاله. في مصر بدا يحصل الكلام ده على مستوى يعني اصغر شويه، بس النهارده ما نقدرش ان احنا نشخص من غير ما نعمل فحوصات جينيه، ومن غير ما يبقى معانا دكتور بيشتغل معانا، بيشتغل في الوراثه الى حد كبير، عشان نقدر نوصل. يعني مثلا مريض بتعاون مع احد الاطباء الافاضل، وكان عنده مريض عنده اعراض مش عارفين نحط ايدنا على التشخيص المناسب. وخدنا قعدت مع العيان وخدت التاريخ الجيني، لقيت ان هو عنده مشكله وراثيه موجوده في العيله بس مش قادر احدد ايه هي. بعد الفحص الجيني طلع المريض ده عنده حاجه مشهوره جدا من خلال المصريين عشان جواز القرايب بس اعراضها مختلفه تماما. فبالتالي لما كناش حصل بينا كلام وحصل بينا تشخيص جيني وحصل ان احنا خدنا تاريخ العيله بتاع العيان، عمرنا ما كنا نعرف نشخص صح. وكان المريض ده في الاول اتشخص بصوره ان هو اورام، بس ما طلعش ورم، طلع حاجه بسيطه جدا، ونقدر ان احنا نشخصها بطريقه بسيطه بس مش جايبه الصوره المثاليه اللي موجوده في الكتب. انا يعني متهيألي وده ظن ان موضوع الاهتمام بالفحوصات الجينيه في بعض الدول الاوروبيه او متقدمه شويه ده اللي فارق نسبيا في متوسط عمر البني ادم هناك عن هنا، لان هو بيهتموا بان هو يعرفوا التشخيص المظبوط. هنا في ترايل اند ايرور ممكن كتير شويه، ونسبه دقه التشخيص طبعا مهمه جدا. امراض القلب مثلا، انت في عنصر وراثي في المسائل بتاعه امراض القلب، سواء في التجلط زي ما انت كنت بتتكلم من شويه، في جدار القلب نفسه بيحصل فيه مشاكل بيسموها كارديوميوباثيز، ده فيها عنصر وراثي كبير. فالحاجات دي لما بنقدر نحن نعرفها من الاول فبنتفادى حدوثها او بنتعامل معاها بالطريقه المثلى عشان نقلل مضاعفات، يقوم العيان يعيش حياته بصوره احسن بكتير. هو ده فعلا انا عايز اركز عليه تاني للناس، ان هو يا جماعه انت تبقى عارف اللي هتمر بيه او ازاي تستعد له، ده اللي هيساعدك ان انت تعيش حياتك بصوره كويسه وتلحق نفسك بدري. ان هو في الطب دايما اقعد مع اي دكتور هنا ويقول لي بص لو كان جالي بدري كنا لحقنا الموضوع، لكن جالي متاخر فالموضوع تماما. بس ما ببقاش برضو عارف طب لو احنا اتكلمنا في الوراثه ايه المرحله اللي اروح فيها للدكتور، ولا لازم حد يوجهني يعني حد يحولني؟ لا هو مش لازم حد يحولك. يعني مثلا اما حد بيجي مثلا عنده اعراض معينه والاعراض دي عامله له ارق، وراح لاطباء في تخصصات مختلفه ومعرفش يوصل للتشخيص المناسب. تمام. ففي الحاله دي لما بيجي الدكتور وراثه وبيبتدي الدكتور وراثه يتكلم مع التخصصات الاخرى عشان يوصلوا للتشخيص المناسب، بيبقى غالبا بيوصل الحل، لان بنبقى
شايفين زي ما قلت لك الزاويه الاخرى اللي هي لا تتراءى للاطباء المعالجين الاخرين. فلازم نبقى باصين على المريض بيسموه 360 ديجريز من كل الزوايا عشان نقدر نحدد نوع التشخيص المناسب. ف على سبيل المثال مثلا مش لازم يبقى مريض بقى على فكره، يعني النهارده في ممكن تبقى حامل وعندها طفل كان في مشاكل قبل كده في الحمل، او مش عارفه تحمل وعندها مشاكل، واطباء النساء قالوا لها لا احنا ما فيش مشاكل واضحه قدامنا نقدر نحددها. فبالتالي لازم الاب والام يجوا يعملوا استشاره جينيه وراثيه مع الطبيب عشان نقدر نعرف ايه السبب. هل هو سبب في الحيوانات المنويه بتاع سبب جيني، يعني هل هو سبب ليه اسباب جينيه عند الام؟ لو احنا استبعدنا بقى الاسباب الطبيعيه زي الالتهابات او الانفكشنز اللي هو العدوى بالفيروسز او بالبكتيريا، فلازم في الحاله دي هيبقى في سبب. ده حاجه. او 2 متجوزين وحصل لهم خلفوا قبل كده طفل، والطفل كان عنده مشاكل من نوع ما وراثيه او كده، وعايزين يطمنوا ان الحمل الجاي مش هيحصل فيه مشاكل، او لو الام نفسها حامل. ففي الحاله دي ممكن يبقى المريض نفسه عنده الوعي ان هو عايز يعرف، فبيروح لدكتور الوراثه، او بيبقى جاي من خلال الطبيب المعالج اللي هو شايف ان مفيش اسباب منطقيه في التخصص بتاعه، فبالتالي بيشوف هل لو في اسباب وراثيه بتدعو الى هذا المرض ولا لا. ماشي. انا هنا مش عايز ان انا اخوف الناس ولا حاجه، بس هو احنا بنتكلم بصوره واضحه ان لو انت عندك مشكله مؤرقه ليها فتره، رحت في تخصص والتاني والتالت والدكاتره مش قادره تقف على علاج معين او بتديك علاج وهم شايفين انت كده كويس وانت اللي حاسس انت مش كويس، في الحاله دي ممكن تبص على دكتور امراض وراثيه. لو انت خصوصا يعني يمكن عشان انا برضه الباك جراوند بتاعتي في الشغل شويه كانت في مجال الحقن المجاري، فلو انت بنقول فيه اللي هو unexplained infertility، عقم غير واضح الاسباب، مزبوط. في الحاله دي ممكن نروح لبرضه دكتور امراض وراثيه. مظبوط. فعلا مؤخرا بدات تظهر مشاكل اللي هو تكسر الحمض النووي في الحيوان المنوي بالنسبه للرجاله. مزبوط. دي برضو لو عشان اجاوب على نفس السؤال اللي بساله كل شويه، طب انا لو عرفت ان انا عندي الحاله دي هعملها ايه؟ لا، في تكنيكس في الحقن المجهري تخلينا نعرف نختار الحيوان المنوي اللي ما فيهوش الدي ان ايه المتكسر، وده تكنولوجي مكلفه، فانا مش هلجأ لها الا لو اتشخصت فعلا بان انا عندي الحاجه دي، وده ممكن بيسبب ساعات الاجهاض المتكرر وحاجات زي كده. نقطه ثانيه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها، موضوع ان في امراض وراثيه كتير جدا بقى، سواء من داون سيندروم لكلاين فلتر، يعني شويه حاجات كتير جدا ممكن تبقى متكرره. ف لو احنا عرفنا ان ده خلاص مرض وراثي متكرر عندنا، فده برضه ممكن يساعدنا في الحقن المجاري ان احنا نستثني الاجنه اللي فيها المرض ده وننقل اجنه سليمه بس. مظبوط. وخليني اقول لك على حاجه بالنسبه للداون سيندروم او كانوا بيسموه الاسم القديم الطفل المنغولي. هو عاده بيحصل بسبب الحمل في سن متاخره. بس احنا هنا دورنا في الوراثه ان احنا بنقدر نشخص الموضوع قبل في الاول 10 اسابيع الاولانيين من الحمل، قبل ما يكتمل نمو الجنين. مش بس كده، في بعض الداون سيندرومز بتبقى وراثيه. صح. بتبقى الام حامله للكروموزومات اللي فيها مشكله، هي ما عندهاش الاعراض، بس بيتصادف ان بعد كده طفل من اطفالها بيجيله اعراض الداون سيندروم. ده نقدر نحدده من الاول خالص من خلال بدايه الحمل، او من خلال قبل الحمل حتى فحص الجيني للام، نقدر نعرف هل هي عرضه ان يحصل لها داون سيندروم، يجي لها طفل عنده داون سيندروم وراثي ولا لا. فدي برضو بالنسبه لي من الحاجات اللي واضحه وصريحه جدا. يا جماعه ما تغلبوش نفسكم، روح للدكتور بتاع امراض وراثيه هتحل على نفسك المشاكل دي كلها. انا ممكن احكي لك حاجه تانية ودي كانت يعني انا من الحاجات اللي انا يعني اسعدتني جدا، ان جالي حاله من فتره من دكتور اطفال في احدى محافظات مصر، ويمكن في بعض المحافظات ما عندهمش المنظومه الصحيه اللي تساعدهم انهم يشتغلوا في طب الوراثه
الحاجات المعقده او التشخيصات المعقده في الطب عامه. فكانت حاله طفله بيحصل لها نوع من انواع الالتهاب الرئوي المستمر مع اعراض اخرى مع وهي سنها 9 سنين، وطول السنين اللي فاتت دي بتتعالج طول الوقت من اعراض التهابات واعراض عدوى في الصدر والتهاب رئوي مضادات حيويه وخلاص طول الوقت. اما راحت الدكتور ده فهو قال لها، هو حس بالسنس بتاعه كده ان لا انت عندك مرض وراثي. تمام. وفعلا لما جت الطفله عملنا لها فحص جيني وبتاع، انا شكيت فعلا ان هي عندها مرض وراثي بنسبه كبيره جدا، عشان احنا لو قدرنا ان احنا نحدد المرض ده، والمرض ده بيسموه سيستيك فايبروزس حتى مش موجود في مصر بكثره، مش منتشر خالص، ولكن ان احنا تشخيصه الوحيد بيبقى عن طريق جنب الاعراض التشخيص الجيني والتشخيص التاكيدي عشان نقدر نقول والله الطفل ده عنده المرض الجيني ده او مش عنده. فهنا نوع من انواع التاكيد. وزي ما اقول لك انا بدات احس ان بدا يبقى في وعي مع عام ان الدكاتره بيحسوا ان الوراثه جزء مهم جدا من البروتوكول بتاع التشخيص بتاعهم. طب الاجابه اللي هتريحني او تطمني بعد ما اتشخصت ان سيستيك فايبروزس، هل كده بقى ليها علاج مختلف عن اللي كانت بتمشي عليه قبل كده؟ طبعا بص، احسن طريق للوقايه خير من العلاج. تمام. فالاجراءات الوقائيه في امراض الوراثه عامه، سواء اكتشاف المبكر للمرض، سواء تشخيص اذا كان في حد حامل للجين اللي فيه المرض ولا لا، قدرنا ان احنا نشخص المرض مبكرا، فالوقايه خير من العلاج. فانا بالتالي باخد اجراءات وقائيه بتساعد المريض ان هو يعيش الحياه بتاعته بصوره سليمه اكتر، وحتى الادويه اللي بياخدها بتختلف بناء على التشخيص السليم بتاعه. فبالتالي ما نقعدش ندي طول الوقت مضادات حيويه للطفل عمال على بطال. فبنحاول ان احنا نحط بروتوكول معين المريض ده بيعيش بيه عشان يقل بالنسبه له المضاعفات بتاعه المرض. انا متهيألي ان احنا كده جاوبنا على حاجه كانت سلمى كاتباها لي في السكريبت، اللي هو هل جيناتي بتحدد مصير حياتي بعد كده ولا لا. فهي مش بالظبط كده ان هي خلاص طالما انا عندي الجينات الفلانيه فانا خلاص كده انا ماشي في الخط الفلاني ما فيش رجعه منه. لا، في تدخلات تقدر تتعمل عشان نساعد نفسنا بيها. خليني بس اقول لك على حاجه. هي سلمى، انا اقول هريفريز الجمله اللي هي قالتها، انت حياتك كلها موجوده في جيناتك، بس انت بقى عايز تعيشها ازاي، هو ده المهم. يعني انت الماضي بتاعك، الحاضر بتاعك، المستقبل موجود في الجينات بتاعتك. انت قررت تعيشها ازاي، ده بيعتمد على انت هتقدر تعرف ايه اللي موجود فيها وتتعامل معاه ازاي. فانت الى حد ما ليك دور في تقرير مصيرك وطريقة عيشتك في حياتك. عاجبني جدا الجملة دي دلوقتي، لأنها فعلا بتوضح أو بتلخص اللي احنا بنتكلم حواليه النهاردة فعلا. طب أنا في برضو موضوعين بالنسبة لي ممكن يكونوا مهمين، أو حابب إن أنا طالما مع حد خبير إن أنا أتكلم معاه فيهم. أول واحدة هتبقى الجين إديتنج، وتاني واحدة هتبقى الإبيجينيتكس. كويس. لو اتكلمنا عن الإبيجينيتكس، فأنا وقت الجامعة وقت البكالوريوس كنا بس بنعرف عن في environmental factor أو عوامل طبيعية بتأثر على مدى ظهور الجينات بتاعتك أو لون بشرة. كانت حاجات بسيطة، مش المفروض إن هي كتير. أو بقى لو في حاجات تسبب أورام معينة حواليك، فدي اللي كنا بنسمعها وقت الجامعة. وقت الماجستير لا، سمعت بقى إن في حاجات تانية أعلى بقى اللي هو موضوع الإبيجينيتكس. فممكن برضو نبتدي بالإبيجينيتكس وبعد كده نروح على الجين إديتنج. طيب احنا لو جينا فردنا الدي ان اي بتاعنا او الماده الوراثيه بتاعتنا كده على الترابيزه، هتطلع طولها تقريبا 2 متر. 2 متر في الناحيه دي في الخلايا و2 متر في الناحيه دي. طب تخيلك كام من 2 متر دول بيمثلوا الجينات بتاعتنا؟ قليل جدا، قليل جدا. اعتقد رقم كان اقل من 10% بكتير، ممكن كان 1-2%، والباقي كان هو 1 أو 2%.
فجم زمان العلماء قال لك طب الباقي ده يعتبر الدي ان ايه ده ماده جينيه جانك اللي هو زي جانك فود اللي مهملة. بناكله ده. ومع الوقت اكتشفوا ان في حاجه اسمها ابيجيناتكس، يعني في جينز ما بتطلعش بروتينز او جينات ما بتطلعش بروتينات، بس بتنظم عمل الجينات اللي هم ال 2% دول. وهنا كانت المفاجاه ان دول لهم دور كبير جدا في حياه الانسان، وقد يكون لهم دور كمان في تكوين الشخصيه، في الامراض النفسيه، في في الطباع، في حاجات كتير قوي. دول بيتاثروا بالبيئه المحيطه زي ما انت قلت من شويه، سواء في عوامل تلوث، سواء في تدخين، في مصادر اشعاع. هم بيتاثروا بالبيئه بصوره كبيره، حتى نقدر نقول ان كمان الحاله النفسيه بتاثر في المنظومه دي. الابيجيناتكس عشان نفنطها هتبقى الحته الجين هم البقيه الجين هم احنا الجينات بتاعتنا تقريبا في حدود 20,000. 20,000 جين بس. دول اللي هو بيعملوا 1%. بروتينات. دول اللي هو الواحد او 2% هم ال 20,000. لسه بقى عندنا لا، والتانيين برضو 98%. بتوع 25,000. فاحنا لسه ما عرفناش باقي لا ال 98 لسه دول ما فيهم ايه. عرفناش ال 25,000 دول بينظموا عمل 20,000 الاولانيين. فسبحان الله يعني. فكره الابيجيناتكس النهارده وتاثرها بالعوامل المحيطه، عوامل البيئيه، بالتلوث، بالكلام ده، دي بيبقى لها دور كبير جدا في حدوث الامراض، دور جدا في تغير الطباع. يعني انت لو انت جبت توأم واتولدوا من ام واحده واب واحد ومن نفس البويضه، وخدت واحد عيشته في بيئه مختلفه عن التاني، هيطلع شخصياتهم الى حد كبير مختلف. شخصياتهم كمان مش شخصياتهم، وقد يكون العرضه للامراض بتاعتهم بتتغير، او نقدر نقول استعدادهم لحدوث بعض الامراض بتتغير، لان البيئه المحيطه بتاثر في الجينات والابيجيناتكس بتاعتنا بصوره كبيره. فبالتالي احنا مش عايشين لوحدنا كده بلا تاثر بالبيئه اللي حوالينا، لا، فبنتاثر. اهم حاجه في الابيجيناتكس دي اللي هي ما فوق الجينات، اللي هي التاثر بالبيئه المحيطه والعناصر الاخرى اللي ممكن تغير في التكوين الجيني بتاعهم، فتؤدي الى امراض وتؤدي الى تغير في الطباع والحاله النفسيه وحاجات كتير قوي. طيب هل ده ممكن يظهر في الفحوصات الجينيه الحاليه؟ يعني انا عارف ان هي بتبقى قفل او فتح بعض الجينات المعينه عن طريق مثال الجروب او من غير ما نخش في تفاصيل كتير، بس هل ده هيظهر في الفحص الجيني ولا ده ما بيظهرش؟ هو ده احنا ما نقدرش دلوقتي نطبقه على المستوى الكلينيكي، بس قريب جدا هيحصل الكلام ده. خليني اقول لك على حاجه. انا لما بيجي لي تقرير فحص جيني، بيبقى عندي 3 احتمالات. يا اما الجين ده فيه تحور، يا اما الجين ده ما فيهوش تحور، يا اما يقول لك variant of uncertain significance VUS، اللي هو والله هو في تحور بس احنا مش عارفين هل هو ليه دور في المرض ولا لا. ليه بيقولوا كده؟ لان بره هم فحصوا الجينات بتختلف من مجتمع لمجتمع بناء على البيئه وبناء على الوراثه وحاجات كتير قوي. فيقول لك احنا ما ظهرش قدامنا التحور ده قبل كده انه يسبب مرض. هل ده بالضروره يؤكد ان هو مش مسؤول عن مرض؟ لا طبعا، لان مع الوقت ممكن نكتشف ان التحور ده يكتشفه مع الوقت ان هو لا بيسبب مرض. ممكن يبقى في البيئه بتاعتنا احنا عايشين في مصر هنا ونوع التحور ده مسبب للامراض عند المصريين بس مش عند ناس تاني. فاهم قصدي؟ فمهم قوي زي ما قلت لك في الاول خالص، ازاي بقدر اترجم المعلومه اللي جايه لي بصوره. يعني انا لو جالي VUS ده، لازم كل شويه ابتدي ادخل اتابع ايه المستجدات اللي بتحصل عشان اكلم المريض في التليفون اقول له تعالى ده احنا قلنا لك قبل كده ده ما بيسببش مرض، بس ده عشان كده دايما بخلي المريض على درايه ان ممكن مع الوقت يبان ان التحور الجيني ده قد يسبب المرض او هو السبب في الاعراض اللي موجوده عنده. طب انا في معلومه كان مره قالها لي دكتور نسا كان مهتم شويه بالابيجيناتكس، وكان سالني سؤال، قال لي مش بتاخد بالك ان الاثنين متجوزين بعد مده تحس ان هم شبه بعض؟ فقلت له انا بحس كده بس ما اعرفش الكلام ده ليه واقع علمي ولا لا. قال لي لا، ليه؟ لان
ده من التغيرات اللي بتاعه الابيجينetics، لان البكتيريا الطبيعيه اللي موجوده في جسمنا بتلعب دور في الاكسبريشن بتاع الجينات، او في مدى ظهور الجينات. فكل واحد فينا عنده النورمال فلورا او البكتيريا الطبيعيه بتاع الجسم اللي مختلفه عن التاني. لما بيبقوا مقربين من بعض طول الوقت والمده طويله، بيبتدي يبقى البكتيريا الطبيعيه بتاعتهم بقت واحده تقريبا، فده بيؤدي لبعض التغييرات في الابيجينetics، فده يخلي انك تبتدي تحس ان شكلهم بيبقوا شبه بعض. هو تحليل عبقري جدا. اوكي. خلاص، بس انا ما اعرفلوش سند علمي لغايه دلوقتي. بس مم. خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا الدكتور قالها لك. هو احنا تخصصنا زمان كنا بنركز بس على الجينات، مم. وبعدين بقينا بنركز على الجينات والبروتين اللي بتطلعها الجينات، وبعدين بقينا بنركز على الجينات والار ان اي اللي بيطلعوا الجينات بس ما بيعملش بروتين او بيعمل بروتين، مم. وبعدين بقينا بنركز على البكتيريا اللي موجوده في قولون كل انسان، وبعدين بقينا بنبص دلوقتي تحت البحث على الميتابولايتس او الحاجات اللي بتفرزها البكتيريا دي في البراز او في الدم بتاع البني ادم ده. دي بتأثر في كل حاجة، ولقوا إن البكتيريا دي قد تكون عامل من عوامل مسببة للأمراض النفسية والأورام وحاجات كتير جدا، قد تكون تغير الشخصية كمان. فحتى دلوقتي الابروتش اللي انا متخيل ان هو هيبقى موجود او الموجود في المستقبل الطب بعد كده، ان احنا مش هنشخص بس بالجينات. دلوقتي بيسموها مالتي اومكس. مالتي اومكس ان انا ابص على الجينات والبروتينات والبكتيريا والار ان اي والميتابولايتس اللي بتفرزها البكتيريا جوه جسم الانسان. فالمالتي اوميك ابروتش ده او المالتي اومكس، التصور ده هيبقى بعد كده مع تطور التكنولوجي هقدر ان انا اخد عينه من البراز وعينه من الدم، واقدر ان انا اخد الصوره كامله متكامله بالنسبه للبني ادم ده، ايه الامراض اللي هو عرضه ليها سواء نفسيه ولا عضويه، ايه المشاكل اللي ممكن يتعرض لها، ايه المشاكل اللي عنده دلوقتي، اقدر اشخص من خلال الكلام ده. وانا متخيل ده يحصل في القريب العاجل جدا جدا، يعني في خلال سنين قليله جدا هنقدر نوصل ان احنا مع التدخل بقى التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والكلام ده، هنقدر ان احنا نوصل للمعلومه دي بسهوله جدا، ودي هتسهل على الطبيب انه يوصل للعلاج بنسبه دقه عاليه جدا جدا جدا. طب انا مبسوط ان حضرتك اتكلمت على الحته دي بالذات بتاعت البكتيريا اللي موجوده في جسمنا. انا ما كنتش عارف هل ممكن اسال حضرتك على حاجه، ولا اللي هو على الميكروبيوم او الميكروبيوتا اللي موجوده في معدتنا، اللي هي البكتيريا الطبيعيه اللي عايشه معانا جوه معدتنا. ما كنتش عارف هل ممكن نتكلم على دي ولا لا، بس حضرتك فتحت المجال ده. شخصيا عارف ان احنا في بعض الحاجات لما نتكلم على العلاج الجيني بيبقى ممكن فيروسي، ان احنا فهل ده معناه ان احنا ممكن نعالج حاجات جينية عن طريق التعامل مع البكتيريا اللي موجودة او في الجسم؟ طب خلينا نقسم السؤال لان انا حاجتين. فتحت كذا حاجة. اول حاجه، هل في علاج جيني حاليا؟ في بدأ يظهر بعض العلاجات الجينيه لبعض الامراض المستعصيه زي مثلا ضمور العضلات، وده كان طلع بيه الدوله عملت قرار رئاسي لعلاج بعض الامراض دي على نفقة الدوله، عشان هي العلاج بتاعها غالي جدا. ودي بعض الامراض بتاع ضمور العضلات اللي موجوده في الاطفال بالذات. طيب في حاجه تانية مع الجين اديتنج، ونقدر ان احنا نغير التعبير الجيني، ونقدر نغير التكوين الجيني نفسه بحاجات جديده بقى زي كريسبر تكنولوجي وغيره وغيره. ده هيدي امل كبير قوي ان احنا نعمل علاجات احسن واكتر واكتر في المستقبل. طيب دور البكتيريا دي لها الناس بتوعها بقى، الناس بتوع الميتاجينومكس دي اللي يقدر يجاوبك على السؤال ده. بس من خلال الوراثه انا باخد النتيجه في الاخر، هيقولها لي المتخصص في هذا المجال، هيقول لي بص البكتيريا الفلانيه اللي موجوده في القولون او في الجسم بتاع الانسان بتاثر على الجينات بصوره سلبيه او ايجابيه، او بتغير التكوين الجيني او انا يهمني بقى الكلام ده من خلال بعض الافرازات اللي بتفرزها في الدم، فبالتالي ده بيغير التكوين الجيني، بيؤدي الى امراض عضويه او امراض نفسيه عند المريض ده. هنا بقى انا ههتم جدا بالمعلومه دي. هل احنا بدانا الكلام ده محل تطبيق دلوقتي في التشخيص؟ لسه شويه، ما بعتمدش لسه، بس بدا يحصل ابحاث عنيفه جدا جدا في هذا المجال
على مستوى العالم زي ما انت قلت كده، يقدروا يحددوا نوع المرض بناء على تكوين الميكروبيوم الموجود جوه جسم الانسان، فمن خلاله يقدر يقول لك والله ده هيجيله كبد دهني، ولا هيجيله سرطانات، ولا هيجيله امراض نفسيه. فلقوا في علاقه وطيده ما بين حدوث المرض وتكوين البكتيريا اللي موجود في القولون. فمين سبق مين ده لسه احنا ما عرفناهوش. هل المرض حصل الاول ولا حصل بسبب البكتيريا؟ لسه مش عارفين. هم لقوا ان ده موجود مع ده سبب ده، لسه كل ده تحت البحث. طب حضرتك اتكلمت على ان بدأ يبقى فيه علاج جيني، وفي مصر في حاجات مش كتير فيه. هل في غير اللي حضرتك ذكرته في مصر، ولا في حاجات تانية؟ في بره حاجات للسرطانات، بره. في حاجات لبعض المشاكل المناعية، بس لسه مش بصورة موسعة. احنا زي ما انت قلت بنستخدم في العلاج الجيني ده حاجة زي عربية او ناقلة تنقل الجين ده جوه جسم الانسان للحتة اللي احنا عاوزينها. يعني مثلا لو حد عنده مشكلة في الرئة، فاحنا عايزين ناخد الجين السليم نحطه على ناقلة تدخل جوه الدم توصل للرئة وتحط الجين ده في المكان السليم عشان يقدر البني آدم يعيش بصورة طبيعية. طب ايه الناقلة اللي بتنقل دي حاجات كتير قوي، من ضمنها الفيروسات زي ما انت قلت، من ضمنها حاجات في البكتيريا، من ضمنها حاجات في الدهون ممكن نستخدمها في نقلها، ودي كلها لسه تحت التجارب. بس الفيروسات بتستخدم دلوقتي بصورة كبيرة في بعض الأمراض وفي العلاج الجيني لهذه الأمراض. طب بوجود حضرتك في ألمانيا كل شوية وبعد كده بترجع مصر، هل شفت اختلاف أو أكيد في اختلاف شفت اختلاف؟ إيه الاختلاف اللي بتشوفه موجود عندهم هناك في الجيناتكس عموما وتطبيقاتها عن اللي موجود عندنا في مصر؟ بص خليني أقول لك، يعني كنوعية البشر مفيش اختلاف. اللي بيختلف هو السيستم، ان انا بقى عندي منظومه بتعترف ان في حاجه اسمها تيم وورك او مالتي ديسيبلينري تيم. ان انا عندي منظومه بتعترف ان انا التيم وورك ده بيسهم في التشخيص السليم، وبعد ما عشان يقدر يوصلوا للتشخيص فبيقعدوا مع بعض، بيسهم في العلاج المظبوط وفي متابعه الحاله. خلاص. فالمنظومه هي الفرق ما بين اي دوله بتنتج علم او لا تنتج، وخاصه مصر، لان مصر انا اعرف يعني شباب كتير جدا 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 على مستوى عالي جدا من الكفاءه، منهم انت وناس تانية كتير جدا في كل حته في الدنيا. خلاص. ودخلوا المنظومه الطبيه او الصحيه اللي موجوده في الدول دي وتفوقوا فيها، عشان هم عندهم الجينات المصريه قد تكون لها دور فعال يعني، بس قدروا ان هم يتفوقوا في هذه المنظومه. فاللي بيفرق من بلد لبلد او من مكان لمكان هو وجود منظومه سليمه. طب في وجود المنظومه السليمه دي في المانيا، فرقوا ايه عننا في مصر؟ خليني اقول لك حاجه مهمه جدا. مره زمان كنت في الجامعه اللي انا اتخرجت منها في المانيا، كان في مؤتمر وكان في احد المرشحين لجائزه نوبل طلع يتكلم، قال لك ايه اللي خلى المانيا تبقى المانيا؟ اللي خلى المانيا تبقى المانيا هي التكنولوجيا، وتكنولوجيا اليوم هي رغيف الغد. تمام. فبالتالي لو احنا بننتج تكنولوجي يبقى احنا هنقدر نوصل نعمل يبقى لنا دور مؤثر في العالم. عشان ننتج تكنولوجي لازم يبقى في منظومه علميه سليمه في البلد، يبقى لازم يبقى في بحث علمي. البحث العلمي ليس رفاهيه. صح. البحث العلمي اساس تقدم الدول. في دول كتير قوي زي الهند النهارده اهتمت بالبحث العلمي، وبالتالي وصلوا ان هم يبقوا في مصاف الدول اللي بتنتج تكنولوجيا المعلومات وفي علم الوراثه وفي حاجات كتير جدا. فالنهارده عشان نوصل لهذا لازم يبقى في منظومه تشجع البحث العلمي، منظومه بيئه علميه سليمه تخلي الناس تشتغل وهي عندها نوع من انواع الارتياح. ان انا النهارده مثلا عايز اشتغل في البحث العلمي لازم يبقى في اجراءات كتير قوي على مستوى الدوله تسهل عليا الشغل. نمره واحد، لازم يبقى عندي يوم ما اجي اطلب حاجات من بره بتنتج بره عشان استخدمها في البحث العلمي بتاعي، يبقى بتوصل بصوره اسرع وبارخص
ولازم يبقى عندي كمان العالم ده بيبقى له وضعه في المجتمع على المستوى المادي والمستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي وكل حاجة. فبالتالي أنا شايف إن إحنا عندنا القدرة وعندنا البيئة اللي ممكن تصلح جدا إن إحنا نزرع فيها الفكر ده. وعندنا أنا شايف إن ما يميزنا هو إن إحنا عندنا نسبة عالية جدا من الشباب المتحمس اللي ممكن لو اتعلموا صح واستغلينا قدراتهم بالطريقة المظبوطة هننتج نوع رفيع جدا من العلم قد يصل إلى مصاف الدول المتقدمة. طيب دلوقتي حضرتك شايف الابحاث الحاليه والتطور اللي بيحصل في علم الجينات ده ممكن ياخدنا فين في الفتره الجايه او يوصلنا لفين؟ طب خليني أقول لك إن الطفرة اللي حصلت في علم الوراثة في السنين اللي يمكن 30 سنة اللي فاتوا كان وراها طرفين. الطرف الأولاني هو المهندسين والطرف الثاني هم الماثيماتيشنز اللي هم علماء الحساب ماثيماتكس يعني. لأن هم عملوا طفرة علمية في التكنولوجي. والنهاردة أنا شايف مع وجود artificial intelligence أو الذكاء الصناعي ده هيعمل طفرة كبيرة جدا. الحاجة اللي احنا كنا بناخد فيها أسبوعين 3 هتحصل في 3 ثواني. احنا الحياة دلوقتي كلها قايمة على البيج داتا اناليسيز أو تحليل المعلومات الكبيرة. فبالتالي الداتا اناليسيز دي كنا دايما بنحتاج بشر عشان يعملوا داتا اناليسيز ويشوفوا بتاع. مع وجود السوبر كمبيوترز والارتفيشال انتليجنس ده يحصل بصورة أسرع بكتير. أنا شايف تطور في الجينات ده رايح فين؟ لا رايح أسرع مما نتخيل. لأن احنا هنقدر نوصل زي ما قلت لك لموضوع المالتي اوميكس ده وهنوصل إن احنا تشخيص المرض مش هياخد نفس الدورة الطويلة اللي هي كانت بتتاخد في المعتاد يعني. يعني مثلا أول ما ابتدوا مشروع الجينوم في التسعينيات فكان السيكونس الواحد عشان يقدروا يعملوا تحليل جيني ليه كان بياخد تقريبا شهر 20 يوم. مع تطور الهندسي فبقى بياخد يوم. دلوقتي كام ساعة بيكون موضوع؟ كام ساعة دلوقتي. لا والأحسن من كده كمان بقى إن بدأ يظهر كمان بعض التكنولوجيا الجديدة اللي هي مش مبنية على الكيمياء مبنية على الفيزياء بتقدر تعمل موضوع أسرع وأدق. فإحنا رايحين في سكة التكنولوجيا هي اللي هتسود ودي هتأثر بصورة إيجابية جدا على علم الوراثة. النهاردة علم الوراثة ما ينفعش أي طبيب أو أي ممارسة طبية تخلو من وجود هذا العلم يعني. لازم يبقى موجود عشان نقدر ان احنا نحدد التشخيص السليم ونقدر ان احنا نبقى نفهم القصة ماشية ازاي بصورة مثالية. طب انا حابب اذكر حاجة كنت اتسألتها قبل كده من حد صاحبي بيقول لي احنا بكل التقدم في علم الوراثة والجينات ده والجين اديتنج والحركات الكتير اللي بتعملوها دي هو انا ممكن انقي الجينات الحادية لابني والله اخلي عينيه خضراء وشعره اصفر وقلت له بص يعني هو الموضوع مش كده. مبدئيا الجين اديتنج مش بنطبقه على البني ادمين لحد دلوقتي. يمكن هي حالة واحدة اللي طبقناها وكان راجل صيني واتحبس بعدها وكان بالظبط كده خدوه خافوه فعلا. وصراحة كان عشان يعني اصلا يعني البحث بتاعه انتشر اعلاميا بطريقة مختلفة عن الواقع. يعني هو واقعيا كان الراجل كانت حالة حقن مجهري وقدر يشيل الجين بتاع الاتش اي في بتاع الايدز واختفى بعدها لان هو مش مصرح ان احنا لسه نستعمله على البشر. فانا حبيت اسال السؤال ده عشان حاجتين. اول حاجه لما الاعلام بيتناول الوراثه بيتناولها بمبالغات كتيره جدا ممكن ما تكونش واقعيه لحد دلوقتي. تاني حاجه عايز حضرتك ايه المبالغات او الاخطاء اللي حضرتك بتسمعها شايف ان هي بتتكرر في الوراثه وممكن نصلحها دلوقتي؟ تمام. فكرة ان احنا نعمل جين اديتنج ونختار دي امور فيها امور ادبية وانسانية واخلاقية ودينية فبالتالي انا مش شايفها ولا حتى في المجتمعات الغربية المتقدمة
انها هتطبق مم. على المستوى القريب او حتى البعيد. اوكي. لان لو اتفتح الباب ده هيفتح الباب على ممارسات غير اخلاقيه كتير جدا. مم. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية ان من ضمن الحاجات اللي دايما بنسمعها او بسمعها في المغالطات عامه في العلم او في طب الوراثه في الاعلام، إن يقول لك فلان الفلاني وصل للجين المسؤول عن مرض كذا. علاج المرض البطال مثلا، او علاج مش عارف ايه، فلان اخترع لا الكلام ده ما بيبقاش كده. يعني بتلاقي فلان الفلاني بيتكلموا عنه ده اساسا لسه طالب دكتوراه. يا. فهي أوكي. زي بالظبط زي الجيش كده، المنظومه العلميه بيبقى فيها طلب الدكتوراه وفي البوست دكتور فيلو وفي التدرج في المناصب لغايه ما يوصل للجروب ليدر او البرنسبل انفستيجيتور اللي هو الباحث الرئيسي، مم. اللي هو كون الفكر وكون المجموعه البحثيه دي. فلا وبعدين فكره اختراع، لا احنا في العلم ما بنعملش كده. احنا في العلم انا بوصل لنقطه عشان حد بعدها يجي يكمل لنقطه بعدها، عشان حد يكمل لنقطه بعدها، عشان في الاخر توصل لمنتج ده بياخد سنين طويله. ففكره اكتشف الجين اللي بيعمل مش عارف ايه لا ده كلام محتاج مش حد طالب دكتوراه يكون هو اللي عامله، هو يكون اشتغل على المشروع، بس المشروع ده نتاج ابحاث بقالها 10 سنين مثلا او 20 سنه في هذا الفريق البحثي. فدي بتبقى بعض المبالغات العلميه. او ان هو مثلا يتقال ان الدواء الفلاني ده بيعالج كل الامراض وبيعالج مش عارف ايه، او الاعشاب. دي مغالطات علميه برضو انا شايف ان هي قد تؤدي الى نتائج عكسيه تماما، لان قد تضر بالمريض. يعني ابسط مثال مثلا لما واحد ساعات بينزل بحس ان هو لونه اصفر شويه وتعبان، او تلاقي طفلها لونه اصفر وتعبان وتاخده الصيدليه تسال الصيدلي تقول له ابني كذا كذا، لا بصي انت ابنك عنده نقص حديد. لو انا مش عارف التفاصيل، هو الولد عنده انيميا فعلا، بس ممكن لو ادينا له حديد ده قد يؤدي الى ان الحاله تسوء، قد تؤدي الى مضاعفات عنيفه جدا لان هو عنده زياده في الحديد في الجسم. فاذا عرف السبب بطل العجب. فانا فكره ان احنا عندنا 100 مليون مدرب كوره و100 مليون دكتور، فدي بالنسبه لي بحس ان هي بتضر جدا اكتر ما بتفيد. لان احنا وفكره ان احنا بنضخم الابحاث العلميه اعلاميا ونقول البحث ده مش عارف حصل فيه ايه وفلان ده هو اللي اخترع. العلم ما بيتقاس كده. دايما العلماء بيشتغلوا في صمت. صح. خلاص ما بيشتغلوش في دوشه اعلاميه. وعاده الدوشه الاعلاميه دي قد تؤدي الى نتائج عكسيه في العلم، لان بتؤدي الى توقعات عند الناس ما بتبقاش موجوده على ارض الواقع. انا بخصوص الحته اللي حضرتك قلتها دلوقتي، التضخيم الاعلامي اللي بيؤدي لحاجات عكسيه، انا يعني هذكر حاجه ممكن تبقى جدليه شويه، لكن هو في القرآن في تحدي واضح وصريح للبشر ان هو لو قدروا يخلقوا حاجه زي ربنا ومش هيقدروا. فكان فاكر كان في بحث في 2010 قال لك احنا قدرنا نعمل اول خليه مخلقه معمليا، وضجه اعلاميه كبيره جدا عليها. وبعد كده في 2016 نفس الجروب العلمي ده طلع قال لا احنا دلوقتي قدرنا نعمل اول خليه مخلقه. طب بتاع 2010 كانت ايه؟ قال لك لا ده كان فيها مشاكل كتير وكنا واخدين كذا من كذا، وده كان اصل حيوي مش اصل مصنع. وبعد كده لكن احنا دلوقتي قدرنا نعملها. قبل الكورونا على طول كان في 2019 طلع بحث تاني قال لك احنا اخيرا دلوقتي قدرنا نعمل اول خليه. طب واللي كانت 2016 اللي قلت ان هي صلحت 2011، قال لك لا ده دول اصلا ما عاشوش على طول وماتوا. فبلاقي ان الموضوع لما بمسك البحث نفسه اقراه، لا هو لا اتكلموا في تحدي في ان هم بيخلقوا بنفسهم، ولا اتكلموا في ان احنا قدرنا نعملها. هم اتكلموا على التكنولوجي اللي استعملوها عشان يقدروا يعملوا حاجه زي كده، لكن الاعلام هو اللي كان بيضخمها بصوره بعيده جدا عن الواقع. فده بس انا بحاول اكد كلام حضرتك، وانا عارف ان دي ممكن تبقى نقطه جدليه شويه وناس اصلا ليه نعمل كده، بس يعني
ده واقع عادي، في ناس بتعمل كده، في ابحاث معموله كده، لكن التحدي لسه موجود قائم وهيفضل قائم على طول. بس خليني اقول لك على حاجه، انا مش من انصار الخلط ما بين الدين والعلم، مهم. تمام، ولكن آم، هو فكره ان حد يخلق خليه من العدم دي مش موجوده. بالظبط. فانما ممكن اطور خليه، اغير في الجينوم بالظبط، ادي بتاعها، صفات مختلفه. انما اخلقها من العدم من الهوا كده دي لم تحدث الى الان. صح. فدي كلها يعني افكار اعلاميه مغالطه للواقع، لان بالظبط. مفيش حد حصل في تاريخ العلم لغايه النهارده. وانا بدعي ان يعني معلوماتنا لسه في العلم لم تصل الى مرحله النضج الكافي ان احنا نبقى عارفين كل حاجه. مهم. ده حقيقي. آه، انا بجد مبسوط جدا بوجودي مع حضرتك النهارده. الحلقه دي كانت عشان تفتح دماغنا شويه لمجال لسه يظل ان هو غامض، رغم ان هو المفروض تطور جدا في ال 30 سنه الاخرانيين، لكن يظل غامض مش بس للمرضى، كمان للدكاتره. اعتقد المعلومات اللي اتقالت لو وصلت للناس بصوره كويسه، حتى بما فيهم الدكاتره يمكن اكتر، انا متخيل إن ده ممكن يفرق في متوسط عمر البني ادم بعد ما نقدر نوجهه. فانا سعيد جدا بلقائي مع حضرتك يا دكتور. وبرضو عايز اكد تاني الجمله اللي حضرتك قلتها، بس ممكن نسيب حضرتك تقولها تاني، ان جيناتك مش اخر المطاف ليك، هي اختياراتك. بعد معرفه جيناتك ممكن توديك فين، اختياراتك هي المحرك الاساسي لحياتك. مظبوط، يعني هو زي ما قلت لك كده، انت حياتك موجوده في الجينات سواء ماضي او حاضر او مستقبل، بس انت بقرار منك واختياراتك تقدر انك انت تحدد المستقبل ده هيكون شكله عامل ازاي، بناء على الاجراءات اللي هتاخدها في حياتك عشان تحافظ على صحتك. شكرا جدا ليك. وانا حبيت اسمع الجمله دي تاني، لان هي دي اهم جمله ممكن تلخص كل اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، واللي انتم ممكن تكونوا مهتمين بيه فعلا. شكرا تاني يا دكتور. شكرا يا احمد، شكرا. وانا سعدت بلقائك جدا جدا. واتمنى حضرتك تكون موجود معانا تاني، خصوصا لما يبقى فيه اسئله للناس. انا عارف ان الموضوع ده هيثير بعض الاسئله عند ده شيء الناس. يشرفني ان شاء الله بإذن شكرا الله. جدا لحضرتك. العفو. وشكرا لكل الناس اللي سمعونا لحد دلوقتي، واستنونا في حلقه تانيه ان شاء الله ضيف على نفس مستوى التميز. وشكرا لكم.